الأخبار الموجزة اليوم الاثنين. أشاد وزير الإعلام والثقافة الملا خير الله خيرخوا في لقاء مع مدير إدارة الإعلام والثقافة بمقاطعة تخار جهود إدارة المذكورة، وقدم التوصية اللازمة لتحسين أمورها. قام وزير الصحة العامة بزيارة مستشفى الجمهورية واستمع إلى مشاكل الأطباء والمرضى واطمأنهم بإيجاد حل لها. يقول المولوي شفيق الله شهيد خيل مدير عام شركة فسوتر إنه مع وصول الإمارة الإسلامية إلى الحكم وصلت هذه الشركة إلى حالة الاكتفاء الذاتي من الصفر، ونفذت حوالي 140 ألف نقل داخلي وخارجي في الأشهر 18 الماضية. قال مسؤول وزارة المالية في اجتماع التقرير السنوي لهذه الوزارة: ارتفع مستوى الإيرادات بنسبة 37% في عام 1401 مقارنة بالعام الماضي. قال المتحدث الرسمي باسم بنك أفغانستان: تمكنت بنك أفغانستان باستقرار القيمة العملة الأفغانية مقابل العملات الأجنبية في العام الماضي من خلال تنفيذ سياسات نقدية معقولة. صرحت وزارة الدفاع الوطني: تم إصلاح آلاف الآليات العسكرية بمختلف أنواعها في ورش فرقة الحماية. يقول المدير العام لإدارة السكك الحديدية: تم شحن 4,673,929 طنا مطريا من البضائع في عام 1401 من موانئ حيرتان وأقينة وترغندي، ما يزيد بنسبة 36% مقارنة بالعام الماضي. صرحت وزارة التعليم العالي بأنها رفعت رواتب أعضاء هيئة التدريس في المؤسسات التعليمية الحكومية، وتضيف الوزارة أن هذه الرواتب سارية اعتبارا من بداية عام الجاري 1402.